لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. إصابة 14 شخصا في انفجار بمصنع أسمنت بالجزائر. حدث انفجار ضخم اليوم الثلاثاء في أحد مصانع الأسمنت بولاية سكيكدة الجزائرية خلف العديد من الإصابات، بينها إصابات خطيرة دون الإفصاح عن وجود وفيات جراء الانفجار. وأكدت وسائل إعلام جزائرية أن الانفجار تسبب في إصابة 14 عاملا، حيث قدرت الإصابات بمتفاوتة الخطورة، في حين تكثف الحماية المدنية المتواجدة مساعيها لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وفي سياق آخر، أفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن إحصائية لقوات الحماية المدنية أن 14 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 961 آخرون بجروح في الفترة الممتدة من 27 من نوفمبر إلى 3 من ديسمبر الجاري في حوادث مرورية وقعت على مستوى عدة ولايات بالجزائر. وأوضحت الوكالة الجزائرية الرسمية أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية الشلف بوفاة شخصين في مكان الحادث وجرح 26 آخرين على إثر 27 حادث مرور. ومن جهة أخرى، تدخلت وحدات الحماية المدنية لإخماد 907 حريقا، أهمها سجلت بولاية الجزائر ب 94 حريق، وهران ب 55 والبليدة ب 33 حريقا. وفيما يتعلق بعمليات الإجلاء الصحي، أجرت وحدات الحماية 15989 تدخل، تم من خلالها إسعاف وإجلاء 15825 جريح ومريض إلى المستشفيات من طرف الحماية المدنية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.